هنعمل بقى صينية رقاق، انما ايه حكاية. بصراحة الطريقة دي انا متعلماها من حماتي الله يرحمها، ومهما اكل رقاق في اي حتة بتفضل دي احلى طريقة انا كلتها في حياتي. رقاق مورق مظبوط جدا في تسويته، وبصراحة في تركاية كده انا اتعلمتها منها بتخلي الرقاق حاجة تانية خالص. بس قبل ما ابتدي الوصفة، لو اول مرة تشوفوني وتتابعوني، انا اسمي بسنت الالفي. هستناكم تشتركوا في القناة وتعملوا متابعة على صفحتي على الفيسبوك، ولو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا لايك وشير. ويلا بينا نبتدي الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنجهز اللحمة المفرومة بتاعتنا او العصاج بتاعنا. هنجيب معلقة من السمنة او الزبدة ونحط عليها 300 جرام من اللحمة المفرومة، وندي للحمة المفرومة تشويحة كده عشان تاخد صدمة السمنة بتاعتنا. هنفضل كده نقلب في اللحمة المفرومة لغاية ما تاخد اللون بتاع التشويح، وبعدين نرش عليها رشة فلفل اسود ونفضل نستمر في التقليب، وبعدين نحط عليها بصلاية مبشورة او مفرومة في الكبة، ونفضل نستمر في التقليب لغاية ما اللحمة بتاعتنا تتشوح. بنسيب بقى اللحمة بتاعتنا تستوي براحتها، نغطي عليها كده ونحط عليها شوية مية صغيرة ونسيبها تستوي براحتها. واول ما تبتدي تدخل في السوا كده وتتشرب المية بتاعتها، نملح اللحمة بتاعتنا او نرش عليها رشة ملح، وكده اللحمة بتاعتنا جهزت. نفضيها بقى في اي طبق ونركنها على الجنب عشان نجهز الرقاق. عندنا نص كيلو من الرقاق، وهقول لكم بقى دلوقتي على التركية اللي انا بعملها في الرقاق قبل ما اجهز صينيه الرقاق بتاعتي. انا طبعا بيبقى عندي شويه شوربه، لو في اي شوربه في التلاجة. لو مش جاهز عندك شوربه ممكن تجيبي ميه تحطي فيها مكعب مرقه ماجي، ملح وفلفل اسمر، وكده ممكن نجهز صينيه الرقاق. مش لازم يكون عندنا شوربه. طبعا احنا بننزل الرقاق بتاعنا في الشوربه، وبنجيب ملايه نظيفه بنفرد عليها الرقاق بتاعنا، نسيبه ينشف زي ما احنا شايفين كده. يعني انا هركنه على الملاية النظيفة بتاعي لغاية ما يشرب المية بتاعته ويتهوى ويبقى طري زي ما احنا شفناه كده بالظبط. هنجهز بقى الصينيه اللي احنا هنعمل فيها الرقاق. اهم حاجه ان احنا يبقى معانا طبق فيه سمنه، السمنه دي تكون دايبه عشان نقدر ان احنا نشتغل بيها. بندهن الصينيه بتاعتنا سمنه كويس جدا جدا، وبنحط طبقات الرقاق بتاعت زي ما احنا شايفين بقت طريه عامله زي الجلاش كده. ودي بتخلي الرقاق بتاعنا مورق ومظبوط جدا ومش معجن وتسويته مظبوطه. علشان طبقات الرقاق بتاعتك تطلع مظبوطه، هقول لكم على عدد الطبقات اللي احنا المفروض نحطها. يعني المفروض نحط في الصينيه حوالي 5 طبقات تحت و5 طبقات فوق، علشان الرقاق بتاعنا ما يطلعش تخين قوي. يعني الصينيه اللي احنا قدامنا دي بتاخد نص كيلو بالظبط. ولو انت جايبه كميه رقاق اكتر من حجم الصينيه اللي انت عاملاها، ما تزوديش في الطبقات، لان ده هيبوظ الوصفه بتاعتك او هيخلي الرقاق بتاعك تخين جدا جدا وهيبقى مش لطيف خالص. لكن 5 طبقات تحت اللحمه و5 طبقات فوق اللحمه مناسب جدا جدا جدا. اهم حاجه لازم ادهن السمنه بتاعتي ما بين كل رقه والتانية عشان يطلع الرقاق بتاعنا مورق وجميل. خلصت كده صينيه الرقاق بتاعتي. لو حابين نحتفظ بيها في التلاجة عشان نعملها تاني يوم او العزومه او اي حاجه مفيش مشكله، مش بيحصل لها اي حاجه. لو حابين نسويها على طول برضو مفيش اي حاجه. علشان بقى نسويها هنجيب كوبايه من اللبن ونرشها على صينيه الرقاق ونركدها كده لمده دقيقتين 3 لغايه ما صينيه الرقاق بتاعتي تشرب اللبن شويه. طبعا اللبن ما بنضيفلهوش لا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه، لان طبعا احنا حاطين شرايح الرقاق بتاعتنا في شوربه اصلا مملحه وفيها فلفل اسود. طريقه التسويه بتاعت الرقاق بنحطها في الفرن على درجه حراره متوسطه. هنحطها على الصاجه تحت اللي هي فوق النار مباشره لغايه ما الطبقه اللي تحت او يعني الصينيه بتاعتي تحمر كده من الجناب ويحمر من تحت، وبعدين بشغل عليه الشوايه مع طبعا المتابعه المستمره عشان ما يتحرقش وشه. وبعد ما بطلعه من الفرن بغطيه بملاية نظيفة لمدة كده دقيقتين 3 علشان يحافظ على طراوة الرقاق بتاعتي وما يبقاش يعني ما يبقاش مقرمش قوي، يبقى زي ما احنا شايفين كده مورق وجميل وطري. بس ما تغطوش لمدة طويلة علشان ما يعرقش منك. وبكده نكون خلصنا الوصفة بتاعتنا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتشاركوني بتعليقاتكم اذا كانت ظبطت معاكم ولا لا. ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير، واستناكم تعملوا لي متابعة على صفحتي على الفيسبوك واشتراك في القناة. اقابلكم الفيديو الجاي بوصفة جديدة ان شاء الله.